السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى معايا في وصفة من وصفات سوسو. وصفة اليوم غادي نشارك معكم واحد الطبق اللي هو مختلف واللي كنحضروه بصدر ديال الدجاج معمرينو بالعجينة ديال التمر وباللوز مطحون. هاد الطبق هذا كيجي مختلف وفي نفس الوقت كيجي لذيذ وسهل في التحضير. ندوزو نشوفو طريقة التحضير مع ذكر المقادير. بالنسبه للمقادير فكتبقى الكميه على حساب افراد العائله ديالكم. بالنسبه لي انا هنايا فانا عندي 500 غرام ديال الفيليتي ديال صدر ديال الدجاج. عندي خديت واحد البول درت فيها واحد 100 غرام ديال اللوز اللي طحنته بالقشره ديالو. كنضيف ليه واحد ضامه ديال زعفران شعره، وكنضيف واحد شويه ديال الخرقوم البلدي، كنضيف واحد شويه ديال سكينجبير، كنضيف راس المعلقه ديال القرفه، كنضيف واحد شويه ديال الكوزه، كنضيف واحد شويه ديال الملحه، وكنضيف الراس المعلقه ديال بسيبيسه وقعقله اللي طحنتهم مع بعضياتهم. كنخلط هاد العناصر مزيان وكنضيف ليهم واحد 100 غرام ديال العجينه ديال التمر. كنخلط هاد العناصر مزيان حتى كتندمج مع بعضياتها وحتى كيدخل لينا هذاك اللوز مع التمر. من بعد كنضيف ليه واحد المعلقه ديال الزبده وكنبقى نخلط في الخليط مزيان حتى كيندمج مع بعضياته وكتوجد لينا العقده. كناخدو شرائح ديال الفيليتي ديالنا وكنسرحهم على سطح العمل. من بعد كنرشهم بواحد شويه ديال الملحه، شويه ديال الخرقوم وشويه ديال السكينجبير. تقدروا تكتفيو فقط غير بالملحه والبزار. من بعد كناخدو العقده ديالنا اللي حضرنا وكنعمروا بها شرائح ديال صدر ديال الدجاج وكنروليوهم وكنجمعوهم بالخيط الخاص بالطبخ. نقدروا نسدوهم غير بالكيودون اذا كان عندنا متوفر. هنا كيف ما كتلاحظوا فانا كنسد هذوك الرولي بالخيط الخاص بالمطبخ. كنستمر حتى كنكمل الكميه اللي عندي. من بعد كناخذ واحد المقله كندير فيها واحد شويه ديال الزيت النباتيه وكنبدا نحمر فيها الرولي على جميع الجهات باش ياخذوا لنا واحد اللون اللي هو ذهبي. من بعد كناخذ واحد الطنجره كندير فيها واحد نص كاس ديال الخليط ديال الزيت النباتيه مع الزيت البلديه. كنضيف ليهم واحد البصله كبيره مشلضه رقيق وكنضيف ليهم واحد شويه سكينجبير، شويه ديال الخرقوم البلدي، كنضيف الراس المعلقه ديال القرفه، الراس المعلقه ديال بسيبيسه وقعقله، وكنضيف واحد الرشه ديال الكوزه، كنضيف الملحه وكنضيف واحد الضامه ديال زعفران شعره، كنضيف واحد 2 معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس مقطعين رقيق، وكنضيف واحد الفص ديال الثومه. من بعد كنحرك هاد العناصر مزيان وكنخلي البصله ديالنا تشحر واحد شويه. من بعد كنضيف ليها الرولي ديال صدر ديال الدجاج.
نحطهم في الطنجرة وكنضيف عليهم الماء حتى كيتغطاو، وكنخلي الطنجرة طيب لمدة تقريبا 21 دقيقة. من طبيعة الحال فضروري نطلو على الطنجرة مرة مع التحريك ديال الرولي ديال صدر ديال الدجاج. من بعد ما كيطيبوا فكنحيدهم وكنحتفظ بهم على جنب، وكنخلي المرقه ديالنا تشحر. هنا هاد الاضافه اللي ضفت فهي كتبقى اختياريه بالنسبه لي. انا عندي واحد شويه ديال الكبادي وشويه ديال القناصي اللي سلقتهم في المطايب عفوا، وضفتهم للمرق وخليتهم تقريبا واحد 10 ديال الدقائق. كيف ما تقدروا تضيفوا لهذا المرق هذا، الا ما بغيتوش تضيفوا الكبادي والقناصي فانتم تقدروا تضيفوا واحد شويه ديال الزبيب. بالنسبه للطبق فهو تيجي على هذا الشكل هذا، صراحه تيجي لذيذ وفي نفس الوقت شي حاجه يعني مختلفه مره. هذا الطبق هذا تقدروا ترافقوه بالرز او تقدروا ترافقوه باي سلطه نتوما تتفضلوها. وقبل ما نقول لكم سلامه، كنتمنى الى عجبكم الفيديو تبارطاجيوه مع الاهل والاصحاب وتخليوا لي واحد التعليق زوين، ونتلاقاو في وصفه اخرى مع وصفات سوسو. بسلامه.